السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، يلا فضلكم منورين. صلوا على النبي حبايبي. قبل ما نبدأ بقى ايه نشوف الحلويات اللي احنا هنجيبها. هتقولوا لي يا ماما امان ده بدع وخرافات مولد النبي؟ طبعا. احنا هنا كمصريين مش شرط يا جماعة نجيب يوم مولد النبي مولد النبي، احنا بنجيب مثلا بعدها بيوم. الحلاوة ما شاء الله موجودة طول السنة. فانا طبعا ما فيش احلى من محلات اللي انا بجيب منها. طبعا في العيد الصغير، عيد الفطر وعيد الاضحى بنجيب من هذا المكان. طب تعالوا بقى معايا نشوف بقى ايه، نعمل دوره كده ونشوف ايه اللي جايبينه عندهم في عيد في مولد النبي. تعالوا اتفضلوا معانا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا جاي المشوار ده كله عشان اشتري وفي نفس الوقت اوريكم يعني ايه اللي بيبقى عندنا الاحتفالات بتاعت مولد النبي. طبعا مش هتكلم تاني وتالت انتوا عارفين ان دي بدعه، بس احنا اتولدنا بقى لقينا هنا عندنا في مصر بيعملوا الحاجات دي، واخدين بالكم. بس انا عن نفسي يعني ما بجيبش يومها، يعني لسه كام يوم، لسه بدري قوي 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 على مولد النبي، يعني فاضل ايام يعني كده. فكنت ماشيه من هنا بقى من احمد عرابي زي ما انتم شايفين. فمعايا كتكوت حفيدي، فعايزين نشتري بقى شويه حلويات كده للولاد زي ما انتم شايفينه، عمال يتفرج فرحان قوي قوي قوي. حمودي حبيب قلبي ننه اهو. بصوا يا جماعه، ده بقى الاحتفالات بتاعت مولد النبي. دي كانت زمان بتبقى عروسه من الحلاوه، خلاص بقى ما عادتش. يعني في بعض الناس بيجيبوا الحلاوه، بس طبعا الحلاوه بيبقى ايه مش صحيه. فالعريس البنت لما بتبقى مخطوبه، بعض الشباب البنت لما بتبقى مخطوبه في رمضان بيجيب لها فانوس رمضان، وفي مولد النبي بيجيب لها عروسه بقى زي دي. تعالوا شوفوا بقى بجميع احجامها اهو ما شاء الله، بجميع اشكالها. شايفين؟ السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ كل سنه وانت طيب. قلنا بقى ماشيين من هنا ناخد شويه حلويات قبل مولد النبي. كل سنه وحضرتك طيب. بصوا يا حبايب قلبي التشكيله بتاعتهم اهو، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى ايه اما ناخد بقى الدنيا كده. دي الحاجات اللي هي النواشف، بنقول عليها النواشف. بصوا انا يا جماعه مش هقول لكم اسعار، بس انا المحل ده اللي انا دايما بجيب منه حاجات بسم الله ما شاء الله صبحه جدا. بصوا دي بالسمسم، ده حلاوه بالسمسم، ودي حلاوه بالايه بالسوداني، بالفول السوداني، وده حلاوه بالحمص. تمام اهو. الكاميرا بقى اللي انا مشغله لكم كده الكاميرا، وده ملبن بالفول، وفي ملبن يا حبايب قلبي بيبقى بايه بحاجات تانية اللي هو بيبقى بالبندق على حسب بقى. دي بقى زوجي بيحب ده قوي، دي اللي هي اسمها السمسميه دي بالسمسم. تمام. تعالوا برضك كده، وفي هنا اهو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شفتوا اللي انا وريتها لكم حالا اللي هو الملبن؟ في ناس بتحب الملبن بالفول السوداني، وفي ده بالبندق. تمام. كل المكسرات. نعم دي بالمكسرات. وفي اهو توميه بالبندق، دي بالمكسرات. دي منها بالسوداني، ده مصنع الملك. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم. ايوه دي بالسوداني. دي بتبقى حلوه يا جماعه للاطفال. رب الكوسات بالمكسرات. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه دي الحلويات عندنا هنا في مصر. جراء مكسرات اهي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا في حاجه اسمها جوز هند فرن بالسمنه البلدي، بتتعمل بالزبده البلدي دي. ما شاء الله ما شاء الله. دي فعلا اللي هي بالفرن دي. ودي شكلمه. ما شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. صحه وسلامه. بصوا ده الحبل اهو مغلف.
ملبل حبل بالعين الجمل ده وش بصوا يا واحد. جماعه ده عين جمل عشان الناس اللي هي خارج اللي مش عارفه، ده عين جمل مغلف بالملبن. ده بيبقى واخد وش واحد ملبل، يعني ده ملبل بسيط، فتلاقي عين الجمل بتاعه ظاهر اهو. ايوه ما شاء الله. مش عايزه اقول لك بقى في حد جاب مش حلوه مش عارفه، مش عايزين نقول اسماء محلات النظيفه عشان الزبون يرجع لنا تاني. ما عشان كده بناخد من حضرتك. بصوا يا جماعه وده هو برضك. قوم يا محمد قوم تعالى يلا. دي بسيمه بالمكسرات اهي، مصنع الملكه. بسم الله ما شاء الله. تعالى هات ايدك. بص يا حاج دي بالقطعه صح؟ اللي هي دي ايوه دي بالقطعه برضه. دي مش بالكيلو يا جماعه، دي بتتباع كده بقطعه واحده كده. ايه المكسرات برضه غرقانه مكسرات اهي. القطعه دي من دي بكام؟ 100 جنيه. حلوه والله ما شاء الله. بصوا يا جماعه انتوا عارفين المكسرات سعرها بيبقى ايه؟ وده قرص اهو برضه الصغير بتاعها هي ب 40 جنيه. بسم الله ما شاء الله. على حسب الاحجام. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه هو مش الحلويات بس. تعالى كده يا محمد نشوف اللي جوه ده. ده برضه وسط الهند. قشطه بالمكسرات اهي. دي قشطه بالمكسرات، مصنع الاصيل رقم 1 في القشطه. دي القشطه ده عامله زي المارشميلو كده صح؟ ايوه دي رقم 1 في القشطه. بسم الله ما شاء الله. ده المارشميلو يا جماعه. وده برضه كون. وده برضه بيبقى طعمه جميل على حسب. شفتوا حبيب قلبي بيجي هنا ويتسلطن. تعالى اما نجيب حاجه من جوه، نجيب ايس كريم. بصوا يا جماعه مش وفي هنا علب اهي بتبقى جاهزه. العريس بيبقى اهو. دي جايه من المصنع عاديه. بصوا جاهزه من المصنع على طول. اهو دي فيها برضه تشكيله اهي على حسب اهو. في ناس برضك بتاخدها هدايا. الله اكبر ما شاء الله. العلبه الجاهزه دي بتاعت المحل احنا اللي بنشكلها. دي 3 كيلو. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. دي اقل حاجه فيها الكيلو بتاعها ب 180 جنيه. احنا بنبيعها في قلب بعض الكيلو ب 125. ما شاء الله ما شاء الله. دي علبه جاهزه يا جماعه. حد مثلا هياخدها لوالدته هياخدها لعروسته. ما شاء الله ما شاء الله. يعني بصوا في اللي هو اللي انا وريته لكم ده اللي انت تنقي الحاجه اللي انت عايزها، وفي علبه جاهزه بتقدمها هديه لاي حد بقى ايه وكده. بص دي جاهزه دي من المصنع على طول. ايوه بصوا يا حبايبي اهو. وهنا بقى اهو ما شاء الله ما شاء الله. تعالى يا احمد تعالى. السلام عليكم. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بصوا هو انا بحب الصراحه. انا جنب بيتي محلات كتير قوي كذا محل. والله مش هقول لكم انا ما بحبش اخد الا من هنا. ليه؟ حاجتهم صبحه وحاجتهم على طول فريش ما شاء الله. بصوا ده حاجات في السبوع برضه اهو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. اجيبك ولا ما اجيبكش؟ مش عايز الحاجه عادي. بصوا يا جماعه ده عندنا هنا برضك اهو. بصوا الله دي الحاجات بقى. يا رب ارزق كل مشتاق، يا رب ارزقك يا حبيبه قلبي يا حلا يا حبيبتي، ويرزق يا رب كل مشتاق اهو. بصوا ما شاء الله. يلا يا دودو يلا نشوف هنشتري ايه. يلا حاجات فاخر من الاخر. حاجات فاخر من الايه. ايه ده ايه ده؟ عمو ادالك ايه؟ عمو ادالك ايه؟ عمو ادالك؟ قلت له شكرا يا عمو. عمو انت قلت له ايه؟ شكرا يا عمو يا وحش. اللب طالع سخن اهو. تصوريه بقى وهو بالدخان كده بتاعه اهو. بجد جايب معلي ما شاء الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه يا بصوا يا جماعه. واو بصوا يا جماعه اللب هنا هنا بتملحوا صح؟ هنا بيتملح كل يوم يعني. هو دلوقتي مستوي وملحه ما شاء الله. بصوا يا جماعه هو اول ما شاء الله ما عملوا كده بيبقى لسه طري. مجرد ما بيتعرض كده في الهواء تبص تلاقيه نشف بيبقى زي كده. بصوا حضراتكم زي كده اهو. بص اهو
احنا بقى هنا كمصريين بنموت في حاجه اسمها لبات. بألف هنا للي هياكل اهو. ده اللب اللي هو الايه اهو. بسم الله ما شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، كل سنه وانت طيب. مش هجيبك والله، انا عارفه ان انت ما بتحبش الصوت. كل سنه ده يتصور. كل سنه. عندنا ايس كريم برضه طبيعي. مش والله. اه الولد فين؟ تعال بصوا، انا بحسب الايس كريم ده مش تبعكم، بحسبوش اللي تبعكم. بصوا يا جماعه ما شاء الله. بصوا بالفرع برضه في ايس كريم تبعهم. بسم الله ما شاء الله. بالجميع بقى الاطعمه اللي انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله. عاملين ايه يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين. انا كنت واخده منك، بص لي كده وانت مش انت اللي كنت هنا ايام العيد؟ كنت واخده منك سوداني ومكسرات. مش انت ابن الحاج؟ اخوه اللي كان واقف. اخوه عشان كده ما شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. شفتوا يا جماعه المحل هون ما شاء الله من سنين. انا هنا بقالي 33 سنه بجيبش الا من هنا. ده فين؟ في الشارع احمد عرابي، محل الهدى. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي يا حلوين. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو الجميل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.